اهلا بكل الطلاب الاعزاء، معكم مستر محمود رضا. ان شاء الله النهارده هنكمل concept 1 في الساينس وهنخلصه ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن how can we get energy. okay so هنا this man is running، صح؟ now it's running right. ازاي نقدر نجري كده؟ عشان نجري we need energy right، عشان to work and to make exercise to run and playing football. عشان نعمل اي حاجة we need energy right. ازاي نحصل على الانرجي دي؟ how can we get energy؟ تقدر تقول لي من ايه؟ yes we need to eat. yes so we get energy from food right. so طب انا دلوقتي معايا food، ماسك دلوقتي ساندوتش بتاعي وبقول له اديني انرجي، اديني انرجي. هل هو بيديني انرجي؟ no I must eat it، لازم اكله. وبعد ما اكله I must burn it، لازم احرقه عشان احصل على الطاقة. يبقى to get energy we need to digest food، لازم نهضم الطعام. we need to eat it، الاكل قدامي اهو، بقول له عايز energy مش هيديني. لازم انا اعمل ايه؟ first thing I need to digest food، لازم انا اهضم الطعام. وبرضو بعد كده اعمل حاجة مهمة جدا اللي هي breathe. breathe معناها to burn to get energy. اوكي ماشي، يبقى انا اول حاجة اتكلم how can I digest food. بس اول حاجة our body is made of group of systems. جسمنا مليان systems زي circulatory system ناخده في grade 5، nervous system هناخده كمان شوية، كمان أسبوعين ولا حاجة، skeletal system، respiratory system، digestive system and muscular system. عندي systems كتير جدا جوه جسمي to keep alive. يبقى كل الsystems ديت inside my body to keep my body alive عشان أفضل عايش. كل السيستم دي تشتغل مع بعض علشان افضل عايش وعشان جسمي يفضل بصحة كويسة. النهارده هنتكلم عن اتنين منهم، هنتكلم عن الدايجستيف سيستم وهنتكلم عن الريسبيراتوري سيستم. وكل ده هنتكلم عليه عشان نعرف how can we get energy. يبقى هنبدأ بالدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم زي ما انت شايف كده، ده شكله inside our body جوه جسمنا. ده بالظبط شكل الدايجستيف سيستم ما عدا التو لانجز دول، يبقى اسمه digestive system. Okay, so digestive system as can you see here eating right. we must eat، احنا هناكل. فهو digestion breaking down food. انا ما اقدرش اكل البيتزا كلها، سوري ما اقدرش اخد الانرجي من البيتزا من غير ما اعمل digestion. digestion معناها هضم. يبقى breaking down food into smaller parts، لازم اكسر البيتزا او اكل السندوتش بسناني واعمله digest to get energy. So I must break down food into smaller parts. يبقى العملية اللي هي breaking down food بنسميها digestion، وهي عملية الهضم. تعال نشوف. digestive system starts with mouse. نبدأ بإيه؟ بالماوس. The first organ here is mouse. And after mouse we have pharynx, esophagus، هنعرفهم كلهم. بس it starts with mouse مهم جدا and ends with anus. So digestive system starts here، بيبدأ هنا واللي هو الماوث وبينتهي بالانس. يبقى انا عندي digestive system هو so long، طويل جدا اهو، بيبدأ بالماوث and ends with anus. طب بعد الماوث we have something called throat. But in our mouth the digestion starts in our mouth. عملية الهضم بتبدأ inside our mouth، بيبدأ عملية الهضم فيه. فايه اللي جوه الماوث؟ عندنا teeth. بنعمل ايه بالتيث دي؟ cutting and grinding crashing food. cutting بقطع الطعام، grinding بطحن الطعام and crashing بطحن الطعام برضه. يبقى cutting food by teeth and chew it. After that we have our tongue، لساننا. لساننا بيساعدنا ان احنا نعمل mixing للفود with saliva. mixing food with saliva.
يعني ايه saliva؟ saliva it's the liquid، هي الميه اللي جوه بقنا ديت، بتخلي الطعام moisture او moisten، يعني رطب، اقدر ابلعه ما يجرحنيش. يبقى inside our mouth في 3 حاجات. اول حاجه teeth، tongue and saliva. teeth، tongue and saliva. بعد كده عندي حاجه اسمها throat. الثروت اللي هي الحته اللي فوق دي بالظبط عباره عن ممر moves food from our mouth to our esophagus. So the throat or pharynx moves food from mouth to esophagus. مجرد بس بوابة بتعدي الفود من الماوس فوق للإسوفيجاس الطويل ده. هو إيه الإسوفيجاس الطويل ده؟ تعال نشوف. شايف كل الأنبوبة الطويلة دي؟ لونج تيوب، شايفها؟ كل اللونج تيوب دي اسمها إسوفيجاس. اللي بينزل ده هو الطعام. أوكي؟ شايف كل الأنبوبة الطويلة دي اسمها إسوفيجاس. يبقى الإسوفيجاس هو لونج تيوب. لونج تيوب طويلة ولا مش طويلة؟ واخرها بتنزل بتوصل الطعام اللي هو الفود بتاعنا into stomach. يبقى الفود moves from esophagus to stomach. Okay, so the esophagus moves food into stomach. Yes, what is the stomach here? As can you see here, ايه الستومك ديت؟ هي عبارة عن sac like. sac like يعني حاجة شبه الكيس. طب بتعمل ايه؟ بتهضم الطعام. digests food. تهضم الطعام. ازاي بقى؟ عندها حاجات قوية جدا جوه، انزيمات واسيدز بتهري الطعام، بتخليه يتفكك كده. حاجة اسمها ستومك اسيد. قول معايا، ستومك اسيد، لازم تحفظهم. يبقى ايه اللي موجود جوه الاستومك؟ اول حاجة ستومك اسيد، اكسلنت. وبعد كده معايا انزيمز. ايه تاني؟ انزيمز. يبقى الاستومك اسيد والانزيمز بيخشوا على الفود and break it down ويهدموه. بس مش بيهدموه كليا، بيحولوه لسوبي ليكويد. سوبي ليكويد كده، حاجه سيمي ليكويد، يعني عامله زي البسكويت كده، ايه، بالشاي او بسكويت باللبن، تحس ان هو اتس نوت ليكويد، فيه ممكن يكون صلب شويه. يبقى ما ننساش ان inside the stomach we have what? Stomach acid. Yes, that's right. And also we have enzymes. الاتنين دول جوه مين؟ جوه الاستومك. اكسلنت. طب هل هنا بيحصل كومبليت دايجيشن؟ لا، ما بيحصلش عملية هضم كامل. امال يحصل امتى الهضم الكامل للاكل؟ انا عايز انرجي. هيحصل في حاجة مهمة جدا اسمها سمول انتستين. شايف الحتة اللي جوه دي؟ الحتة اللي جوه دي اسمها سمول انتستين. الحتة الطويلة دي اسمها سمول انتستين. عارف طولها قد ايه؟ طولها 6 meters. its length is 6 meters، وهي ملتفة حوالين بعضها. وهنا بقى بيحصل فيها كومبليت دايجيشن. كل الاكل اللي دخل جسمنا بما فيهم الفاتس، كل الاكل اللي دخل جسمنا بيحصل له كومبليت دايجيشن ان سمول انتستين. اشمعنى هي قويه للدرجه دي؟ ايوه، عشان معاها البنكرياز and the liver. بنكرياز and liver دول بيساعدوا السمول انتستين to digest food. طب دلوقتي خلصنا اول حاجه، خلاص خلصنا وعملنا دايجست للفود. الفود هيروح فين؟ السمول انتستين دي جواها كده فيلاي. الفيلاي ديت absorbs the digested food. الحاجات الصغيره دي اللي عامله زي العماير ديت هتمتص الدايجستد فود، تدخله البلاد. دخله البلاد. يبقى السمول انتستين زي ما احنا شايفين بتعمل absorbing للفود. يبقى بتعمل دايجست، وبعد الدايجست بتعمل ابزورب. زي ما انت شايف صورة اوضح هي للفيلاي. كل دول بيمتصوا الطعام ويودوه للبلاد. بس مش كل الطعام بقدر ادخله البلاد. في جزء بتخلص منه، وهو الاندايجستد فود اللي بيعدي على اللارج انتستين. لارج انتستين هي الجزء دوت اللي هو جنب السمول انتستين، واسمها لارج عشان هي عريضة. it's wide more than the small intestine.
طب بتعمل ايه اللارج انتستين ديت؟ اللارج انتستين ديت بتعمل storing للويست وفي نفس الوقت absorbing the water from the food عشان ينزل solid. بينزل ازاي بقى؟ عن طريق الانس. يبقى اخر حاجة عندي الانس. الانس ديت اللي هي الجزء دوت الويست بتخرج منه. get rid of waste. get rid of waste. تعالى هنا نعمل matching لل organs of digestive system. So let's start with the first one here. ده اسمه ايه؟ mouth. Yes, that's right. بعد كده what is the long tube here؟ اسمها ايه؟ esophagus. That's right. والساك دوت اللي بيحصل فيه digest وفيه stomach acid وانزيمز. stomach excellent. مين ديت ال 6 meters؟ small intestine or large intestine؟ small. مين دوت العريض اللي بيعمل absorbing للwater؟ large intestine. وفي الآخر هنا عندها rectum and finally anus. وده هو الليفر. Let's check the answers. شاطرين جدا جدا جدا. دلوقتي نرجع للدرس بتاعنا. بعد ما عملنا digest للفود وهو دلوقتي جوه البلاد، جه الدور عشان نعمل burning للفود وكمان نحصل على energy. طب ازاي نعمل burning للفود؟ لازم اعمل زي في الصورة دلوقتي اللي انت شايفه هنا breathing right. دلوقتي عندي breathing. طب مين السيستم اللي بيعمل breathing؟ هو respiratory system. يبقى respiratory system هو السيستم that gets air in and also gets the air out. يبقى pulling air in and pulling air out. وده اللي بيعمل burning للفود عشان نحصل على الانرجي. فالrespiration process pulling air in and pushing air out. دي الريسبيريشن بروسيس. طيب ماشي، ده بالظبط شكل respiratory system. ودول organs of respiratory system. الحاجات دي كلها هنعرفها في السلايدز اللي جايه. اول حاجه عندي النوز. النوز it's the first organ in respiratory system and the air enters through it. النوز ديت هو اللي بيخش عن طريقها الاير. بعد كده بيروح لحاجه اسمها الثروت او الفيرنكس. وزي ما احنا شايفين احنا قلنا اسمه في الدايجستيف سيستم وفي الريسبيراتوري سيستم هو الجزء ده. الاير بيخش من هنا والفود بيخش من هنا. يبقى هو بيدخل الفود وبيدخل اير. عشان كده بنسميه ان هو common between common path between. common يعني مشترك زي مدخل العمارة كده. الدور التاني والدور التالت والدور الرابع كل الادوار بتخش من مدخل العمارة. بالظبط الاير والفود بيخشوا من نفس الطريق في الأول عن طريق الفيرنكس. يبقى هو common path between digestive system and respiratory system. اوكي. بعد كده عندي حاجة اسمها تراكيا. هي الجزء دوت. الجزء دوت اللي هو عامل زي المطبات دوت اسمه تراكيا. والتراكيا دي زي الاسوفيجس allows air to move. الاسوفيجس allows food. دي allows air to move from pharynx to lungs عشان نروح لللونجز. يبقى الحتة الطويلة دي اسمها تراكيا. والتراكيا دي allows air to move from pharynx to the two lungs. ادي two lungs دول اهم organs في ال respiratory system. التو lungs هو filled with air وهم like بالون لما تنفخ بالونة كده. والاير اللي بيخشهم بيبقى الاكسجين جاز. ودوت اللي بيروح يعمل بيرنينج للفود عشان احصل على انرجي في الاخر. وانسايد التو لونجز في اير ساكس صغيره كده. اير ساكس. الاير ساكس دي اسمها الفولاي. اسمها ايه؟ الفيولاي. اسمها ايه؟ الفيولاي. يبقى ايه الالفيولاي؟ الالفيولاي هم little air sac. اكياس هوائيه inside the lungs. ما تنساش الالفيولاي. ايه هي الالفيولاي؟ هي little air sac. little air sac. اوكي. هي اكياس هوائيه صغيره هي اللي بتدخل الاكسجين للبلاد عشان يقابل الفود هناك
ويعمل له بيرنينج ونحصل على الطاقة. طب ازاي؟ ايه اللي بيخلي الاير يخش ويخرج؟ شايف الحتة اليلو ديت؟ دي muscle. This muscle اسمها diaphragm. اسمها ايه؟ diaphragm. يبقى الحتة اليلو دي اسمها diaphragm. And this muscle helps in inhalation and exhalation. دلوقتي هنحل على الأورجنز of respiratory system ونشوف فاكرهم ولا لا. أول حاجة اللونجز. فين اللونجز؟ أنهي واحدة من دول؟ This one. Yes. alveoli بتكون موجودة جوه اللونج صح؟ أنهي حتة دي ولا دي؟ فين اللي جوه؟ دي. شاطر. pharynx. فين الفيرنكس؟ This one. Excellent. trachea. This one. nasal cavity اللي هي النوز. This one. diaphragm المسل. and finally bronchi. Let's see it. Excellent. Excellent. هنا تعالى نرجع ونشوف ايه هي الانهاليشن والاكسهاليشن. الريسبيريشن بروسيس اصلا هي عباره عن taking air in and pushing air out, right؟ تعال نبص للانهاليشن. عايزك تبص على حاجه معينه. شايف دوت الديافرام دوت؟ تعال نشوف حركته هتعمل ايه. ماشي؟ تعال نشوف هو يتحرك ازاي وبيعمل ايه بالظبط. شايفه بينزل لتحت ازاي في الانهاليشن؟ moves down صح؟ إيه اللي بيحصل للتشيست كافيتي؟ التشيست كافيتي اللي هو المنطقه دي، منطقه الصدر اسمها تشيست. ايه اللي بيحصل فيها في الانهاليشن؟ اول حاجه الدايفرام موفز داون صح، وهو the chest size increases. بيكبر، حجمه بيكبر. طب ايه الاير اللي بيخش؟ الاير اللي بيخش اسمه اكسجين جاز. يبقى في الانهاليشن مين اللي بيخش؟ الاكسجين. and diaphragm contracts and moves down. فبالتالي الشيست بيكون كبير. طب تعال نشوف الاكسهاليشن. في الاكسهاليشن it moves up. بص هو راجع moves up. فالتشيست بيبقى سمول، والاير اللي مليان كربون دايوكسيد هو اللي بيخرج بره. يبقى عندنا inhalation and exhalation. نعيد عليهم تاني. الانهاليشن the diaphragm moves down. exhalation moves up. هنا في الانهاليشن the chest size increases. في الاكسهاليشن ال chest size decreases. الانهاليشن مليان اكسجين، انما في الاكسهاليشن مليان كربون دايوكسيد. طيب الفيش، تفتكر how can this fish breathe؟ تفتكر ازاي بيتنفس الفيش دوت under the water؟ ازاي بيتنفس؟ عنده lungs؟ لا، عنده structural adaptation مهم جدا اسمه الجيلز. يبقى الفيش عنده حاجة اسمها جيلز. جيلز. يبقى احنا عندنا lungs لكن الفيش has gills. والجيلز ديت ايه اللي بيحصل فيها؟ اول حاجة الووتر enters from the mouth. الووتر بتخش من هنا، اوكي، وهو في الووتر. تيجي الووتر بقى تخش هنا، الجلز الصغيره ديت اللي هي لونها ريد absorbs water absorbs oxygen from the water. تمتص الاكسجين من الووتر بعد كده تخرجها. يبقى احنا we are human نعمل ايه؟ absorbs oxygen from the air. لكن الفيش absorbs oxygen from the water. احنا عندنا lungs انما الفيش عنده gills. ده الفرق ما بيننا. طيب تعال نشوف ايه الفرق تاني. قلنا احنا عندنا lungs، هم عندهم gills. بس احنا الاثنين بناخد اكسجين and gives carbon dioxide. بس احنا بناخده من الاير والفيش بياخده من الووتر. اكسلنت. طيب ماشي. البانثر كاميليون والاجاما ليزرد فاكرهم؟ دول نوعهم اسمه ريبتايل. ريبتايلز معناها زواحف. اوكي. يبقى الاجاما ليزرد والبانثر كاميليون هم ريبتايلز. انما ده مين ده؟ ده اسمه سلامندر. بس السلامندر ده مش ريبتايل، هو حاجه اسمها امفيبيانز.
amphibians. amphibians معناها البرمائيات. lives in water and also lives on land. in water and on land. اسمه salamander. يبقى الامفيبيانز هي لها انواع كتير، بس اللي في الصورة ده اسمه salamander، واللي في الصورة دي اسمها frog، وهنا toad. كلهم amphibians. كل دول amphibians. طب ماشي، amphibians بيعملوا ايه الامفيبيانز دول؟ live in water and on land. بيعيشوا على الارض وفي الميه. طب هم لما ينزلوا في الميه هيتنفسوا ازاي؟ وهم على الارض هيتنفسوا ازاي؟ هم عندهم lungs ولا عندهم gills؟ هم عندهم lungs. breathe by lung or through lung on land. يبقى هم عندهم lungs زينا. لكن لما بينزلوا بقى الووتر في المويست environment، البيئة الرطبة اللي مليانة ووتر، they breathe by skin. by skin. جلدهم بيمتص الأكسجين من المية اللي حواليه، اللي هي بتكون لامسة السكين بتاعه. يبقى الامفيبيانز دول سبحان الله breathe by lungs، مش not by gills، مش بيتنفسوا زي السمك. لكن لما بينزلوا البحر، او لما بينزلوا النهر، او لما يكونوا في بيئة مويست، بيتنفسوا عن طريق السكين، ان هم extract oxygen from the water اللي بتكون لامسة السكين بتاعهم. هنا برضو زي ما قلنا on land by lungs in water from skin. يعني ايه اصلا extinction؟ extinction معناها انقراض. شايف الضفدع الجميل قدامك ده؟ ده اسمه جولدن فروج. والجولدن فروج دوت للاسف مهدد بالانقراض، وكل العلماء بيحاولوا ان هم ينقذوه من الانقراض. انقراض معناها extinction. طب ازاي بينقذوه من الانقراض؟ ان هم keep the environment clean. بيخلوا الانفايرمنت clean. درس النهارده خلص، واتمنى اشوفك المره الجايه. باي باي.